اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، صرف حضم قراني ثما غد الملقى وحيدي ثما ثنو ذي بارك ربي وإن شاء الله المجلس المبارك وذي ينفع بيزيس وتجعل ربي يوذميس. غد اسم كثير غي ثما ثنو غد نسم كثير من النوع سيوث الموعظة إلا تخفيفا تكيا. وأحيانا يثمع النفوس تصدق وتمل، تحوج كيام شوية من النفس شوية من الروح، يوكنا تعاود تحيود، يوكنا ديري من الأمل باش الإنسان غادي يجدد الإيمان ينس وغادي يطمع للشيء ربي إلا المقر، والشيء ربي إلا المقر يثمع نعلم مثل مرة شوف الجنة أخي جعل ربي ديما ولا نس. إن ربي عز وجل أسمى هذيك الشمانيمة ولا أنا الجنة أخي جعل ربي زيسن إن ياك أسند عيني مولانا الجنة أسمى هذيك الشمانة الجنة وسندينين ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سندلعين النور الجنة ثميغي إلا ثورثمت تكسبمت النور الجنة ثيام ثورثمت كسبمت ذاين مثل اللي متخدم قدو النيف، ذاين مثل اللي ذي الأعمال الوني إلا تخدم قدو النيف. فالصيب بحول الله تبارك وتعالى نبغى نذكر من النظيف مثلنا من باب قوله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الصحابة رضي الله عنهم في الناس نيت ما سقسين نبيع تظل في ربي وسلم في الناس خلنا يسقسيين يا رسول الله ذا شو غادي نخدم وكنا نكشم الجنة، ذا شو يدي وين نخدم وكنا نكشم الجنة، ذا شو إذا العمل يقلاق وكنا نكشم الجنة. ولكن أحيانا يثمى النبي صلى الله عليه وسلم ذا انتغان ديسم كثير وهني تجارة وكنا دم كثير لأنه العبد يغفل، العبد يغفل وتيغد الدنيث. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يثمى اسم كثير الذكاء يوكن يرغبه. السيد ننظر أربعة من الأعمال إلا ما إلا يخميث نتلعب الجماعة نتلعب ذكاس أثي ربي مع الجنة. ذا شو ذي الأعمالية يذكر غد النبي صلى الله عليه وسلم زي ست يونس النبي عليه الصلاة والسلام يقيم واحد من دوكاليس فغنى ياسن يسقساتن من يقزم من الساعة من يقزم من زي ونسا يكرد أبو بكر ناسنك أنا يا رسول الله. من يوم يكتب عن الساعة الجنازة يتبعيت يزول في الله سميذين مقفر في ناس مطلون سيقدد يكرد أبو بكر الناس أنا ناس يا رسول الله لك. من يوم يكشتنا السيئة مغبول مغبول مسكين يستشيث يويث خاميس ناغي وغايس كرا كبري ناغي خلصاس كرا يكرد أبو بكر الناس نكي شوف يثمى أبو بكر الصديق سعى الفضل ضم قرار ويصار بعض الناس منهم يكزورنا مطين من عاد منكم مريضا يكرد أبو بكر الناس أنا
فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا 4 الأعمالية: الزور، تبعث الجنازة، تشتى المغبول، تزور تموتي. ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. ما اجتمعنا، ما نجمع تتقلع بذقاس يزوم السنين يتبع الجنازة يشتى المغبول يزور موطين إلا وفي ربي الجنة. الأعمال دي قال ربي سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الناس وحدة 4 الأعمالين. الحاجة تمزور في الزور الصيام. نعلم ثمرنا أنه لاش الحاجة غد العمل ذي العبادة غير تحب ربي سبحانه وتعالى أنشتم الصيام. بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي دين رب سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، دين ربي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكل عمل ذكر ربي سبحانه وتعالى: وكل عمل يضاعف إلى 10 وإلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأجزي به. ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إن أنا جار الصيام ضرب بك يتجازين زيس ما لا يعلمه إلا الله. العميل مرة ضعيف ربي زي سنة الأجر إلى 700 ضعف. أنا جارزو والله يا ربي سبحانه وتعالى غير من كان ذا شو يدي سكت الأجر زيس. مرد الحق الصيام فلا إلا صيام الفرض يتسدو يغضى رمضان قال خير لهنا وإن شاء الله. صيام الفرض يغي لا نيش إفرضي في ضربي يمسلم المرأة الشهر بسجاس. ولكن اسمع الذي فك الفرضين الشرع غدو يشبح البيع تزرلي ربي غد السلام يسفلاش باش العبادين وتحب السارة باش العبادين وتنقطع يشرع غد كرا وسان أن العبد دائما ذي يتصل ربي سبحانه وتعالى العبادية. فدنا في الشرع غد وسان يطن كسجاس على طول العام حاشا ما يلحقي كي دار رمضان. ومن بعد الرغب النبي فصليت ربي غد السلام يسفلاس الفضل الصيامية والتطوع. النبي فصليت ربي السلام يسفلاس من صام يوما يونواس في سبيل الله وين راضي الزمن يونواس يوذم ربي هذه 7 ربي وذميك في الجهنم 70 سقاسن 70 سقاسن. ثم أنه ربي سبحانه وتعالى يجعل يوث تبورث من الجنة سبيسيال خاص سبيسيال يويكيك تزومون كان للصائمين. قام باب الريان: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخله الصائمون أغلق الباب دونه لم يدخل منهم أحد. يوث ثبور في الجنة هذيك شمنا قالوا ويكيك تزومون كان ما يلكش مثيم زومن أكسب العاد ثبور ثنين وفي تشكشن ما يقول ومع ذلك ثبورا غيطل باب الصلاة باب الصدقة باب 8 من ثبورا من الجنة. يقول لنا أخي جعل ربي قيمة ولا من الجنة. فوسد يونس حبيب ربي في الناس يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. ناس يا رسول الله وريد يون العمل كما تخدمه أي وين ربي بزيس الجنة. إنيس عليك بالصوم فإنه لا عدل له وفي رواية أخرى لا مثل له. إنيس عليك بالصوم ولاش من العملية ولاش الحاجة غرات دي الحقن نغرتي مثلا أنشتن الصيام ثوال ما يثمان الرجل الصيام
شرع ربي وشرع ذنبي والسان على طول العام إلا من الاثنين الخميس. إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه الاثنين الخميس أيام ذو السان أنداغ يتوعرضن لعمين النغتالين لعمين النغر ربي سبحانه وتعالى فغيتحبي نبينا نزور أسمي تسقسان يوشف زوموت الاثنين الخميس إن ياس تعرض أعمالنا يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ويكنيك زوموت الاثنين الخميس الساعة 10. ومن بعد شرع ربي النبي 3 أيام كل شهر. فمن من صام 3 أيام من كل شهر أو صيام 3 من كل شهر كصيام الدهر. وإن راضي الزوم من 3 أيام من كل شهر إنه كما كان في السمو تسقاس لأنه الحسنة ب10 أمثالها. مظلوم ديون واس تفكر بالحسنة والحسنة يتضاعف تربيها. ثم قال لأبي ذر فإن أنت صمت 3 من كل شهر فسم 13 و14 و15 والسنين والسنغار والسنة أيام ربيع 13 14 و15. ثم بعد ذلك تتوالى الأيام والسان على طول العام مرة بالخير. ذو السان الخير ودي في مسلمي مانيس وريت نلقى تعاريف العبادة الصيام. ومع دياس ذي الحجة 10 أيام مزورة من ذي الحجة. وبعد دياس صيام يوم عرفة. بعد ذلك دياس محرم ثم 9 عاشوراء ثم غثني تدويا الشهر شعبان يا الخير لهنا الشهور أندى ولاش الشهور يكتزموا النبي يغتزر ليضرب بالسلام في الناس يعني سكفرينس أنشتون شهر شعبان ولا الشهر يكزر النبي زل يتزموا سكفرينس أنشتون شهر شعبان. الشهور يتمر محرم كيتزموا ولكن ماشي سكفران. بالك هذا يزوم 10 أيام يفطر 10 أيام بالك هذا يزوم 15 يوم ولكن مرة ديال الشهر شعبان أكنت قد عائشة رضي الله عنها يتزموا الكفرين استعدادا لشهر رمضان. إذا يثما ويرزو إلى نفكيس ربي ذي العمل أراكي ولا الجنة. والسين اتباع الجنازة ويثما من حق المسلم على المسلم ذا الحق مسلم في مسلم أنه تتبعت الجنازة حتى يصلى عليها وحتى تدفن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ ولم يثم الرجل مقر. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. سبحان الله. فلما تصلى الجنازة تحضر في الجنازة كجبات تقريبا الجنازة تنزيه الجنازة تنفرها ماشي كيف الجنازة تنزيه تحضر وين تسنان وين في السنارة وين يقبع ذان وين يقبع ذنارة ثورة تقريبا إلا من رحم الله صفتنا قريبا ولا كان الميت بالك كراك الجيرانيس كراك الحبابيس بالك حتى الفاميليينيس غابن حتى بالك كران الفاميليينيس غابن. وسبحان الله يوال يحضر الله الجنازة للناس الجنازة للناس وتحضر راه عجيب. ولا كرام الجنازة ويث مثلا سنو تحضير راه عجيب. حتى بالفاميليا وحضر راه ثم تصفت مرة تسترجبات لي تصفت باش الغاشرين لاش. فالمقصود اتباع الجنازة ماشي إلا قال لك الفاميليا الشان الإنسان هذا واحد ياوي لاجر الدياشر ما نسمى إلا غير ويداس نسمي الدياشر الدياشر أدير القط أدير ربح أندي طفيت الخير روح كسبيتي إن ياش البيت
وين راضي يحضر من الجنازة حاشا نزول في الناس أجدي فكر بقراط ما إلا يزول في الناس يعاود يتبع يسمي ذا ينبز كاين اسم الطلونس منين أجدي فكر بقراطان ناس يا رسول الله شو القراطانية إن مثل الجبلين العظيمين مثل الجبلين العظيمين أي تفكر بين ظلجر من السيني ذرار إلا المقرفة. وفي رواية كل قراط مثل جبل أحد. سبحان الله. ويشني نلقى واحد كان زران أذران أحد جبل أحد كل قراط مثل جبل أحد. هذاك تفكر بين ظلاجر ثوان ما يثمن شحال الخيرين صروحا ثم ويحق المسلم على المسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام استشهادا ومسلايا زوارد النير أنه الإنسان ما راضي يحضر الجنازة إلا قد يحضر إيمانا لله يوذم ربي وتتسغر لأنه ذا الفلاني لأنه ذا الفاميليا بالصح ويد بالصيبة غزر ماشي مستنى لابد اللي كان واحد الغار ما تفقعان كان واحد الغار ما تفقعان لا خطير وروح يوذم ربي تسنطط في السنطار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم وينك تبعن الجنازة يمسي مسلم من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا يروح يطمع قال خير ربي أولا ثم ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام قال اتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة. العبد يسمى اللي قدوني في غفل الخدمة وخام الخدمة الدريا مع مشاغل الدنيا في مشاكل اسمع راضي واحد يبدا كان بزكا كوحيد ويث مسكا يفك كلش ديني يفك كلش ذينا يفك كلش تخمامي نس خلاص إيواشو تسناغي تسورث يردوني في الآخر ذم كان غيك السيطارين يردوني في الآخر ذا العالم يطم ذا الموند يطم وما يسمى بعالم البرزخ ذم كان إلا ماشي ذي الدنيا ماشي الآخر ما ردي الحق العبد لنا ما ردي مكثير. ولهذا وصية الوين اتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة. إذا يسمع الناس من يتبع ناس الجنازة والناس أبو بكر وثلاثة العمل يطم العمل مزوال العمل والسنين لما المجمع تدقي العبد أثير بيع الجنة وثلاثة إن النبي عليه الصلاة والسلام إطعام الطعام من يوش كان مغلون الناس أبو بكر أتشتت مغلون إطعام الطعام يثمر ذيون العمل الدوامة تحقريون والله ما يثمر عمل عظيم ولا يعرف عظمه وأجره عند الله سبحانه وتعالى أنا قرب يعني. فسبحان الله ربي جل جلاله إن ندقى في العباديس فويش نما الذين جيم ربي الجهنم ونجعل ربي قولا الجنة إن نظر بقواليس في العباديس ويطعمون الطعام على حبه ولاش الحاجة غير ذيك العبد أنشتن الحاجة إلا أنا عزيزي تعورس وحقيقة تيغيظ الصدقة يكملون وربي لأنه بعض العباد كانوا فهموا شو معنى الصدقة لا يشر العباد شو الصدقة القش يسعى القش الزيادة مع غورس ونيتلو سارع يقضي مال واش اسينا لا تصلح على الصدقة لا يشرى مفهوم سنة غوبي مفهوم الصدقة الصدقة معليش
ولكن الصدقة تكملنا. شو الصدقة يكمل الحاجة غير إلا عزيزي تعبورك غليت الحاجة غير إلا تحب الطفل، ومع ذلك ما تفكت الحاجة غير إلا تحب الطفل. ربنا يدينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سمارات ساعات القشعور هكايا لي جديدة مازال توسط تعدى تكسطيفك صدقتي الصدقة في كمال بإذن الله. صفغة الحاجة اللي عزيز غوريش ذي الماكلة أكيد ديالي ربي، ويطعمون الطعام مع أنه تحبين الطعام النير، ويطعمون الطعام على حبه، ومع ذلك مستشين منه مسكينا ويتيما وأسيرا. وشو إنما نطعمكم لوجه الله، نستشيكم وذ ربي، نستشي مغباني وذ ربي، نستشي زورا وذ ربي، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لشد النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. مع هذه الآية تكمل انت هضرت في الجنات شو لنا بالخير ذي الجنات شو إطعام الطعام. شحال هو يتمثل غلي مغباني لا المساكن قالوا كان السقمطة كاين الهدية كرصت الحاجة غير لا تسد رمقه وتسد جوعه هذه فرحة في دعاء الخير، وهي أحب الأعمال إلى الله. دي قال شبح في ظريف ربي الإسلام سلاس أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا. ذي العبدين لما استكشمت الفرحة مع وليس نغص تقصد الله أو تطرد عنه جوعا نغص تقصد الله. شحال هو يثمثل غيلان مساكن دين غبان مرة تفغ من العشرة يثمى وثم الدار كما تشوالي من العباد شحال مساكن دين غبان إيقان جبريل مساكن تحنا لا بالك لا شلال تشد ما يتشغل السما سكوري ضمينا لا ينسينس ما يلا يسعى من سيما السما سكوري ضمينا ما يفطر السما سكوري ضمينا بالك السما ذيش سكوري تتسارع تعطيت الصفغة تستكتيني يكتب ربي وش بلي تسير الحاجة ما يلا مقريت تطرد عنه جوعا. نعم بعد الإشارة نسعى ما جاء جمع تبرعات فائدة الجمعية الدينية لمسجد إقر قندوز بلدية فرعون، والله لا يضيع أجر المحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. سقسينا دخلنا غويت مثل غكا خاصة مرة ديال الحق رمضان أذبغون هذا الشتني زوالين قبل يكون سفرة يكذب عليك، والله يكذب عليك وين يقدرنا نسافر غير مغبنة كان الشتاء دويك من برا
وياك مرة بالراحة وفلاس يمشوا كي كان ننتفض. ثم أن لا يعني أنه وين يكتيلين قبل كان معنى وين يتحفون الماكلة، لا، إلا نزواليا إلا المساكين إمغباء المساكين إلا يخدم لا خدام استشاري في ناس، ولكن يرسك فوالا هذا عدي مع لابوست هذا شبه لا باي ناس ما إلا غير سمانية سنا سمانة فيتن ولا سفر ولا شراليش تفوق شهري فيس ولا سكفان ربي غيناد. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ساعة تفلوك ساعة تبابور خدم نزيس صيغ نزيس سيويطر المسافرين خدم نزيس اسم ربي المساكين. إوا شو السكفان دارها لا العباد السكفان دارها ما عليك غير تحط في اللاسين ذا الجيرانيك ذا الفاميليينيك ذا الأحبابيك. إوا شو لا العباد ذكا إيش كيسمى ربي الساد كيسمى ربي الساد إسعى ويتحبال ولا يسعى ولا يتحبال هذا من العباد ويسعى. أنا قال بالك المقربين ويشين قلنا ربي في الناس في القرآن الكريم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. لا غير مساكن الناس يحسبهم الجاهل واللي بالسن راه الحديث يجهل الحديث يتسدى الجامعة ذا غورك يتزلى ذلك أطلع لبسين يتبس بيا ما شاء الله ماشي وهي يثمى إذا المقياس دابا تصبست بيا مادام تصبست بيا معناتها صعيب ماشي المقياس يقعد من ربي الحديث أنا قاعد تعيش أنا قاعد الحلايب يعرفهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وبالطلب من العباد. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ويجي ودد يحفل على الفلاس طعام الطعام الله جربا قرر يثمه ويسرع العملية عيادة المريض يقابل شبح من يعتذر ربي السلام في الناس. من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. وإن راضي يزورون المطيل وذيك شما خامس إنيش نبي تزوري ربي السلام أقلك في خرفة الجنة حاش نفرضي خامس ننس يا رسول الله وشو معنى خرفة الجنة؟ قال ثمارها وفي رواية قال جناها أماكن أقلق الجنة الشمس السمسعات الثمار الناس السمسعات الخيرات الناس السمسعات الخيرات الناس عيادة المريض إلا تؤنس المريض تسكت شوية الوحشة في الناس تسكت الصبيري إلى آخر ذلك. ولهذا جعل رب العالمين من حق المسلم على المسلم من حق المسلم على المسلم. فقلنا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن رضي يزور المطيب قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا موسيا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. أدفغم لي 70,000 الملائكات أسعفون حشم الصباح. ومن عاد مريضا مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي ومع ذلك هو في خراف الجنة حتى يرجع. ولهذا أفكاس ربنا الله جريا النبي قال ربي بالحديث القدسي لأنه لا يشرى ويثمثنا غاني نوم ربي. نعم يوم القيامة مرد بالدنيا فسنيس أهني نوم ربي سكفاتنا ربي لا بس فيهم. ومع ذلك بخلل إطعام الطعام لا يجعل رب العالمين من المذمة. نذر رب العالمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون
عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ورنا اللي قويك تزرع ورنا اللي قويك الشيء مطعم ويشي الشيء مغبى. فإن ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عبدي يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. أبنادم طلب غايد المكلة طلب غايد وتشير ويتفكي ترى المكلة ويتشطر. فسيني من العبديس يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين. أمك راك طعم أمك راك شغل رب العالمين. فيقول سبحانه وتعالى استطعمك عبدي فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يطلبك كده العبدي والمكنة وستكتر المكنة ورسويت راس الخبر لو كانت تشطط لو كانت فيتك اشتي معروف. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول يا رب كيف أعودك شرفها لك كانت تزور وأنت رب العالمين. فقال ربنا سبحانه وتعالى مرض عبدي فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. قلت علمت أنا لو كانت تعود تتزوج كانت في غرس مقارنة عند الطعام نيك لو كانت في تكاشني مع غوري. ولكن عيادة المريض نيك لو كانت في غرس. سبحان الله. 4 أعمالية يقدم في تزامنة ربي الإسلامي الناس ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. إذا الإثنان إبرذان الفعايل ذي العمايل يكسيويطن الجنة أعمال كثيرة. يمكننا الناد من باب الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.